اشتهر الفنان مجدي بدر بشخصية بلال شامة خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق من خلاله نجاحا كبيرا. تزوج الفنان مجدي بدر من زوجته الممثلة المشهورة سامية عاطف في عام 2009، ثم في عام 2017 قد رزق بمولدته الأولى داليتا بعد 8 أعوام من الزواج والعلاج من العقم. والفنانة سامية عاطف خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج من مواليد 11 فبراير عام 1982. شاركت في أعمال فنية أمام كبار من النجوم أبرزهم عمر الشريف، ميرفت أمين، أحمد حلمي، محمد هنيدي، محمود حميدة، صلاح السعدني، سمير غانم وغيرهم، حيث قدمت قرابة 50 عمل فني بين المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما. الفنان مجدي بدر دخل عالم التمثيل عندما كان عمره 20 سنة، ولم يدرس في معاهد تمثيلية بل امتهن التمثيل عن طريق الخبرة والموهبة. وكانت بداية مجدي بدر الفنية في بداية التسعينيات، ولذلك عن طريق التلفزيون، فقد شارك في مسلسل ابن مين بسلامته عام 1990 وكان أول أدواره التلفزيونية، ثم بعدها شارك في عدد من الأعمال ولكن بأدوار ثانوية.